اهلا وسهلا بيكم معايا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. الفيديو اللي انتوا طلبتوه مني كتير، الكراش الانترنت. تمام، سواء بقى حد انت بتحبه على الانترنت وكانت في علاقة ما بينك وما بينه، ده شخص انت بتكراش عليه، شخص انت اتعرفت عليه، شخص اتكلمت معاه من فترة وقطعت معاه. هنشوف الشخص دوت بيفكر فيك دلوقتي ازاي، وايه هي خطواته معاك الفترة الجاية، وناوي معاك على ايه، والشخص دوت هل هياخد معاك خطوات جدية ولا لا. هنشوف كل حاجة ومشاعره ليك في الفترة الحالية، وهل بيراقبك ولا لا، يعني كل حاجة هنعرفها عنه الشخص ده. فحطوا نيتكم بقى على الشخص دوت. القراءة طبعا هعملها بحروف اسم الشخص اللي انتوا هتفكروا فيه، مش بحروف اسمكم انتوا، بحروف الشخص اللي انتوا هتفكروا فيه. تمام. القراءة طبعا هتبقى بطاقة الأحرف وبالاختيارات لو حابين تختاروا بالكروت. واللي أول مرة بقى يزور القناة، يا ريت ما ينساش الاشتراك فيها، يدعمني بزر اللايك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه عندي في القناة. ويلا بينا على طول نبتدي بالقراءة الأولى. وطبعا حابة أنبه أو أنوه عن حاجة، إن دي قراءة عامة، يعني ممكن تنطبق عليكم وممكن لأ. تمام. اللي حابب بقى يحجز قراءة خاصة طبعا هتبقى أدق وأوضح طبعا بكتير جدا. هتلاقوا رقم التواصل في صندوق الوصف تحت، والأحرف برضه هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. فيلا بينا على طول نبتدي بالقراءة الأولى، ونشوف الطاقة بتاعتك أنت في الفترة الحالية. علشان طبعا أهم حاجة في القراءة الطاقة بتاعتك أنت. لو ما لقيتش القراءة سوري لو ما لقيتش الطاقة منطبقة معاك، شوف القراءة التانية. لو ما لقيتش القراءتين منطبقين معاك، ممكن تشوف قراءات تانية جاية بعد كده، لأن طبعا دي قراءة عامة، خد منها اللي يناسبك فقط، يعني مش كل قراءة لازم تنطبق عليك. تمام. فيلا بينا على طول نشوف الطاقة بتاعتك أنت. طيب. تمام. الشخص ده واضح كده إن الشخص ده عاجبك جدًا، جدًا شكليًا، يعني أنت حاسس إن شكله مُلفت جدًا للانتباه، حاسس إن هو شخص مميز عن أشخاص كتير بتعرفهم في حياتك العامة، يعني حاسس إن هو أقرب ليك من أشخاص كتير حواليك، حاسس بالرغم إن في بُعد مسافات ما بينكم أو دوّة حد من خلال الإنترنت، لكن أنت حاسّه زي كإنه توأم روحك، حاسس إن الشخص دوّة مناسب ليك جدًا، جدًا. واضح إن أنت يعني مقتنع بيه بكل حاجة فيه، أو مقتنع بيه شكليًا، لكن أنت ما تعرفش عنه الكثير. الشخص دوّة ممكن يكون بيخفي عليك حاجات كتير، والحاجة دي مضايقاك شوية، أو واضح إن أنت بتحاول توصل لمعلومات عنه، لكن أنت برضه مش قادر تشوف كل المعلومات الكافية اللي أنت يعني تقدر تكوّن بيها صورة عنه، لكن أنت تعرف عنه حاجات بسيطة جدًا. طبعًا أكيد أنت بتخش بتدوّر في الaccount بتاعه، بتخش تشوف الناس المقربين ليه، بتخش يعني بتشوف حياته ماشية إزاي. الشخص دوّة واضح إن أنت تعرفه بقى لك فترة، هو أنت مش بقى لك مش من قريب، أنت واضح إن الشخص ده بقى لك يعني فترة تعرف الشخص ده. لإن أنا شايفة هنا إن أنت صابر على الشخص دوّة، وإن أنت قاعد مستنيه. الشخص ده ممكن يكون اتعامل معاك شوية قليلين، أو العلاقة دي ما استمرتوش فيها كتير، لكن بعد كده ادّاك ضهره وبَص لقدّام. واضح إن أنت قاعد عمّال بتراقب فيه كتير جدًا، واضح إن أنت يعني ملّيت الانتظار إن الشخص ده يرجع ويتكلم معاك تاني. الشخص دوّة طبعًا واضح هنا إن في سفر ما بينكم، أو في يعني هيبقى معظمكم طبعًا هيبقى في بلدان مختلفة، ممكن كمان يكون فيكم حاجات مختلفة عن بعض، ممكن يكون في للبعض مثلًا سِن مختلف عن سِنّك بفترة، يعني مش سنتين 3 لأ، يعني مثلًا في فرق عُمر مثلًا ما بينك وما بينه. طبعًا دي هتبقى للبعض مش للكل، يعني ما تاخدوش كل حاجة منطبقة عليك. الشخص دوّة واضح إن هو شخص أنت شايف إن هو متعلق جدًا بالأسرة بتاعته، متعلق بالعائلة. أنت شايف إن هو عنده حياته الخاصة بيه، شايف إن وضعه يعني عنده كده ناس حواليه كتير. تمام. أنت عاجبك طريقته في الحياة، عاجبك أسلوبه، عاجبك طريقة تفكيره. واضح كمان إن أنت عمّال بتراقب فيه من كل النواحي، قاعد بتفكّر فيه كتير جدًا، جدًا. الشخص دوّة ممكن يكون ليه والده مثلًا مسيطر عليه شوية في الشخصية بتاعته. فدي حاجة مخلّياك أنت عاملة لك أرق شوية، إن أنت حاسس إن أهله مثلًا مش مقتنعين بالفكرة، أو مش هيقتنعوا بالفكرة، فكرة الارتباط من خلال السوشيال ميديا. فأنت طبعًا دي حاجة مخلّياك قلقان شوية. طيب أنت برضه في وضعك الحالي إيه؟ يعني عاوزين نشوف برضه الطاقة بتاعتك أكتر وأوضح.
إمم. الشخص دوّة يا إما أنت بقى لك فترة تعرفه وفي ذكريات كتيرة ما بينك وما بينه، يا إما مثلًا إن أنت أكبر منه في العمر، وزي كإنك مثلًا هو كان بيستمد منك طاقة الأمومة أو طاقة حنان، أو هو كان بيلجأ ليك مثلًا بيستشيرك في حاجات. ممكن برضه يكون ده شخص أنت اتعرّفت عليه من خلال جروب مثلًا، كان في جروب أو حاجة معمول وأنت اتعرّفت عليه من خلال النقطة دي. كمان شايفاك إن أنت في الطاقة الحالية زي كأنك بتستعيد ذكريات ليك مع الشخص دوّة، في حاجات ما بينك وما بينه أنت لسه مش قادر تنساها. ممكن برضه تكون بتخش تقرا في المحادثات القديمة بتاعتكم، الرسايل اللي ما بينكم أو الmessage اللي ما بينكم، أو مثلًا الفيديوهات، الذكريات اللي كانت ما بينكم. واضح طبعًا الأغلب إن الشخص ده أنت لسه ما شُفتهوش، يعني لسه بس تعارف من خلال صور أو مثلًا chat محادثات، أو مثلًا بتفتحوا مثلًا الكاميرا بتبُصّوا على بعض، بتشوفوا مثلًا فيديوهات ليكم لبعض كده. لكن واضح إن أنت الشخص دوّة لسه ما شُفتهوش face to face، يعني ما اتقابلتوش وجهًا لوجه، تمام؟ فدي برضه حاجة مخلّياك أنت متضايق شوية، أنت نِفْسك تقرّب له، واضح إن الشخص ده واحشك جدًا، واضح كمان إن أنت نِفْسك يبقى حاجة على أرض الواقع، تبقى حاجة ملموسة، تمام؟ فدي الطاقة بتاعتك علشان طبعًا تعرف القراءة مناسبة معاك والّا لأ، تمام؟ طيب هو بقى مشاعره في الفترة الحالية ليك، إيه هي المشاعر بتاعته ليك دلوقتي؟ هل هو برضه بيبادلك نفس شعور الحب والّا أنت بس؟ طيب تمام. الشخص ده واضح كده إن هو في الفترة الحالية مهتم جدًا، جدًا بعمله، هو شخص عملي جدًا، جدًا، يعني أكتر حاجة عنده العمل، وممكن للبعض يكون هو عنده حياته الخاصة بيه، ممكن يكون متزوج مثلًا، عنده حياته الخاصة بيه، أو هو منغمس جدًا في العمل بتاعه، أو مرتبط بوالدته جدًا، جدًا، تمام؟ الشخص ده كمان ممكن يكون مثلًا شرطي أو شغال مثلًا في الجيش، في الشرطة، ممكن يكون مثلًا شغال في القضاء، في القانون، أو ليه حد مثلًا من قرايبه كده. أو ممكن يكون الشخص دوّة بيعمل عمل جديد الفترة دي، فهو مدّي له كل طاقته وكل وقته. الشخص دوّة مشاعره ليك في الفترة الحالية شايفاه إن هو كمان بيبُص عليك، شايفاه إن هو بيفكّر فيك، هو ما نساكش على فكرة. لو كان في بُعد أو في انفصال ما بينكم، فالشخص دوّة ما نساكش، يعني اللي هو مش ما شالكش من تفكيره خالص. الشخص ده زي كإنه بيفكّر إن هو يرجع يتكلّم معاك تاني، يعني هتلاقي حاجة غير متوقعة حصلت من الشخص ده. مشاعره بتجيبه ناحيتك، مشاعره بيفكّر فيك، بالرغم إن هو منشغل جدًا، بالرغم إن هو عنده حياته الخاصة بيه، لكنه هو منشغل بيك، منشغل بيك في الفكر دايمًا. في حاجة رابطاه بيك، هو كمان حاسس بيك دايمًا طول الوقت. الشخص ده بيتلصّص عليك أهو، بيبُص عليك، بيفكّر فيك، ممكن يكون عامل نَفْسه إن هو مش بيراقب، مش بيبُص، مش منشغل بيك، لكن هو اللي جوّاه عكس طبعًا اللي هو بيبيّنه من برّه تمامًا. الشخص ده كمان ممكن يكون للبعض طب استنى بقى، ممكن يكون الشخص ده كان سجين قبل كده، مسجون فعلًا حقيقي، يا إما هو ليه علاقة بالشرطة أو القضاء أو القانون، أو عنده حد مثلًا سجين ودي حاجة مضايقاه جدًا. ممكن يكون مثلًا ليه أخ، ليه قريب، حاجة زي كده برضه. أو الشخص دوّة مثلًا سجين أفكاره، اللي هو إيه، يعني هو باصص للعلاقة بالرغم إن في مشاعر بتوجّهه ناحيتك، لكنه هو بيقول لنَفْسه إن العلاقة دي مستحيل إن هي تتحقق، يعني في بُعد مسافات، أو في مثلًا اختلاف في السِن، في اختلاف في الأفكار، كل واحد من قرية مثلًا مختلفة عن التاني، كل واحد من دولة مختلفة، فهو شايف إن العلاقة دي علشان توصلوا لبعض فيها صعوبات كتير جدًا، تمام؟ فطبعًا خدوها بقى زي ما يناسبكم، فدي في مشاعره ليك أنت. طَب هل الشخص ده فعلًا بيراقبك؟ تعالَ نشوف هل فعلًا بيراقبك الشخص ده؟ طبعًا بيراقبك، طبعًا بيراقبك، وفي شعور حُب يعني بيوجّهه ليك الفترة دي، هو حاسس إن في حاجة أو في شوق في قلبه ليك، حاسس إن هو بُصّوا بقى، مش باقول لكم أنتم فيكم منفصلين، هو زي كإنه عمّال يبُص عليك، حاسس إن أنت شخص مختلف، حاسس إن أنت حد جميل في الشكل، حاسس إن أنت حد بتشبهه في التفكير.
في التفكير، هو حاسس إن أنتم في التفكير متشابهين، لكن فيكم اختلافات، يعني اختلافات ممكن تكون مكان، بُعد مسافات، حاجة زي كده. الشخص دوّة بيفكّر فيك كتير جدًا، لكن بُص بقى خلّي بالك، لإن هنا هو بيراقبك ليه؟ بيراقبك لإن هو شاكك إن أنت على علاقة بطرف تاني. فخلّي بالك برضه من النقطة دي، ممكن تكون أنت بتفتح social media كتير جدًا، متصل كتير، online كتير، فهو شاكك فيك إن أنت ممكن تكون بتكلم حد غيره، فركّزوا في الحتّة دي عشان برضه ما تخلّيهوش يحس بطاقة من ناحيتك إن أنت بتعرف حد غيره. الشخص ده بُص كل كروته حلوة جدًا، شايفاه إن هو في تفكير من ناحيتك، ممكن يكون الشخص ده غير ناضج شوية، ممكن يكون هو الأصغر منك في السن مثلًا. شايفاه إن هو الشخص ده فيه حاجة إن هو دايمًا عنده عدم الأمان، دايمًا حاسس إن أقول لكم على حاجة، الشخص دوّة ممكن يكون ما بيطوّلش في العلاقات، لإنه دايمًا عنده فكرة إن الأشخاص اللي معاه هيسيبوه بسرعة، فهو بيخاف من العلاقات. الشخص ده بيحب يخش هنا ويخش هنا ويخش، يعني بتاع علاقات أو متعدد علاقات، بس ليه؟ لإن هو عنده مشكلة أصلًا، هو عنده مشكلة عدم الأمان، ممكن تكون والدته متوفية، فهو حاسس بعدم الأمان بسبب كده، أو هو متعلق بوالدته أوي، أو هو ما عندوش ثقة في أي حد، لكن هو في مراقبة منه ليك وفي مشاعر منه ليك، تمام؟ طيب الشخص ده خطواته إيه القادمة معاك؟ هل هيعمل حاجة معاك والّا هيفضل ثابت كده زي ما هو؟ شوف خطواته معاك الفترة الجاية. إمم. آه. الشخص ده شايفاه إن هو عايز يقرّب لك على فكرة تاني، عايز ييجي يعتذر لك لو هو فعلًا كان مبتعد عنك، هتلاقي حتى لو مش هيعتذر، لإن ده برضه من الصعب إن هو يعتذر، لكنه هتلاقيه بيبتدي يقرّب ليك تاني. الشخص دوّة عاوز يخش في حياتك تاني، وعايز يشوف حياتك ماشية إزاي الفترة دي. الشخص دوّة حاسس بتواصل ما بينه وما بينك، فهو عايز يسأل نفسه، أو هو دايمًا بيسأل نفسه أنا ليه دايمًا حاسس بالشخص ده، ليه دايمًا بافكّر فيه؟ الشخص ده شايفاه إن هو جاي وراك تاني، وجاي هيسأل عليك تاني، أو دي خطواته ليك. طب هل الشخص دوّة مناسب ليك؟ يعني هل فعلًا تكمّل معاه وتفضل مستنيه يعني حتى لو ما فيش انفصال، هل فعلًا دوّة شخص مناسب ليك؟ لإن طبعًا أغلب علاقات السوشيال ميديا ما بتبقاش حقيقية أو صادقة، فهل ده مناسب ليك إن أنت تكمّل معاه؟ الشخص ده كويس جدًا على فكرة. الشخص دوّة شايفاه إن هو ممكن يكون بيتواصل معاك بالروح كتير جدًا، شايفة إن هو في طاقته، إن هو مش عايز يسيبك، مش عايز يبتعد حتى لو في بُعد. الشخص دوّة زي كإنه هيرجع تاني، أو العلاقة دي شايفة إن فيها رجعة تاني، فيها فرحة تاني ليكم أنتم الاتنين، فيها تواصل روحي وفيها تواصل كمان بالكلام ما بينك وما بين الشخص دوّة. فالعلاقة دي واضح إن هي مستمرة لفترة، فطبعًا اصبر على الشخص ده، لإن أنا شايفة إن هنا الطاقة بتاعته كويسة جدًا، شايفاه إن هو بيحبك، شايفاه إن هو على الأقل بيراقبك ومشغول بيك، تمام؟ الأبراج اللي معايا برج الثور، وكمان معايا برج القوس، وفي برج الدلو، في برج الجدي كمان، وفي برج الحوت، وفي برج الميزان. بس هي دي الأبراج الموجودة في القراءة رقم 1، فأنا باشكركم جدًا، جدًا. أصحاب الاختيار رقم 2 أهلًا وسهلًا بيكم، معايا اللي اختاروا بالكروت دي، أو طبعًا على حسب حروف اسم الشخص اللي هتحطه في نيتك، أهلًا وسهلًا بيكم معايا. تعالَ نشوف الطاقة بتاعتك في الفترة الحالية، علشان طبعًا تشوف القراءة منطبقة معاك ومناسبة ليك والّا لأ، ولو ما كانتش مناسبة ليك ممكن تشوف القراءة رقم 1. إمم. طيب. طيب بُصّوا بقى، أنا هنا شايفة في القراءة دي إن ممكن يكون فيكم متزوجات أو متجوزين كتير، يعني ممكن فيكم حد مرتبط. أنا شايفة إن ممكن يكون أنت اللي بتشاهد القراءة، أنت عندك طرف تالت، أنت ممكن تكون مستقر في حياتك، ولو ما عندكش طرف تالت فأنت حياتك مستقرة في الفترة الحالية. واضح إن أنت بتبيّن للشخص دوّة إن أنت دنيتك مستقرة، وده واضح إن هو بالفعل إن هي فيها شوية استقرار. ممكن يكون عندك بيت، عندك التزامات، عندك مشاغل، ممكن تكون أنت مشغول بالفعل، وممكن تكون أنت بتبيّن له كده، يعني حتى لو أنت ما عندكش أسرة، ما عندكش عائلة، لكن أنت بتبيّن له إن أنت دايمًا مشغول، إن أنت حياتك دايمًا مليانة.
واضح إن أنت اللي سِبت العلاقة دي أو ادّيت العلاقة دي ضهرك وبصّيت لقدّام. واضح إن أنت بتزعل بسرعة على فكرة، يعني أنت عندك إن أنت ممكن مش فاهم الشخص ده كتير، أو إن أنت حاسس إن أنت مش فاهمه كتير، أو إن أنت بتاخد على خاطرك كتير، تمام؟ شايفاك إن أنت ممكن يكون أنت مرتبط بشخص وده طرف تاني، يعني الشخص اللي أنت فاتح له القراءة ده حد جديد داخل على حياتك. الشخص دوّة أنت شايفه إن هو زي كإنه الحُب، زي كإنه الحنان، بالرغم إن أنت ممكن تكون متزوج، لكن شايف إن الشخص دوّة هو اللي ادّاك الحُب وادّاك الحنان، وهو كان صديق بالنسبة لك، لكن هو ممكن يكون كان بيسمع لك الأول، أو كنت بتشتكي له مثلًا من ظروفك وكده، لحد مثلًا أنت ما وقعت في الحُب مع الشخص دوّة، أو الشخص ده ابتدى يجذبك ليه. شايفاك هنا إن أنت مُحبَط من العلاقة دي، حاسس إن العلاقة دي فيها إحباط، لكنك أنت بترجع وتقول لنفسك تاني لأ، أنا مش هاسيب العلاقة دي، أنا هافضل مستمر فيها، العلاقة دي عاجباك، بالرغم إن أنت ممكن تكون حاسس، أو أنت آمم، حاسس إن العلاقة دي مش هتجني ثمار منها، لكن أنت برضه هتفضل مستمر فيها، أو دوّة إحساسك تجاه العلاقة، أنت عاوز تكمّل في العلاقة دي، بالرغم إن أنا شايفاك هنا إن أنت ممكن تكون اديت العلاقة دي ضهرك وطلعت تجري. آمم، كمان شايفاك في الفترة الحالية إن أنت ممكن تكون بصّيت للدنيا بتاعتك، لعملك، لأموالك، ممكن تكون أنت دلوقتي ابتديت تركّز في الشغل بتاعك أكتر، بصّيت لحياتك العملية أكتر. كمان شايفاك إن أنت ممكن تكون مخبّي أسرار على الشخص ده، ممكن تكون أنت متزوج بالفعل ومش قايل للطرف دوّة إن أنت متزوج، أو ممكن تكون أنت عندك أسرار في حياتك أنت مش بتحكيها للطرف ده خالص، أو ما كنتش قايلها له. كمان شايفاك إن أنت متعلق بالشخص ده جدًا، جدًا، حاسس إن الشخص دوّة هيبقى انتصار ليك على الحياة اللي أنت عايشها، تمام؟ فدي الطاقة بتاعتك أنت في الفترة الحالية، علشان طبعًا تعرف القراءة مناسبة معاك والّا لأ. طيب الشخص دوّة بقى مشاعره ليك في الفترة الحالية، تعالَ نشوف مشاعره ليك، وهل بيبادلك شعور الحب والّا أنت متوهم مثلًا؟ إمم. طيب لو أنتم كنتم فيكم مطلقات، أو أنتم كنتم مطلقين، فالشخص دوّة شايفاه إن هو عايز فعلًا ييجي يعوّضك عن اللي أنت اللي ضاع من حياتك، ولو أنت مرتبط بشخص تاني غير الشخص ده، فأنا شايفة إن الشخص دوّة مستني منك أنت خطوة، إن أنت تاخد خطوة في حياتك علشان هو يخش في حياتك. الشخص دوّة مشاعره ليك، أنا شايفاه إن هو قاعد بيراقب من بعيد ومتوقع حاجة منك أنت، الشخص دوّة مستني أنت اللي تعمل حاجة، الشخص دوّة مستني إن أنت اللي تاخد خطوة. مش هو اللي هيبادر بالكلام على فكرة، ومش هو اللي هيبادر بالخطوة الجاية، لكنه هو في مشاعره ليك في مشاعر، هو كمان كأنه بيسأل عليك أشخاص، أو بيراقبك، أو بيتطلع عليك وعلى الناس اللي حواليك علشان يعرف دنيتك ماشية إزاي الشخص دوّة. الشخص دوّة زي كأنه عايز يموّت حاجات أنت كنت فيها ويبتدي معاك بدايات جديدة، يا إما علاقة كنتم فيها مع بعض أنت وهو، يا إما علاقة عندك أنت عاوزك إن أنت تنهي العلاقة دي علشان هو يبتدي يخش في حياتك تاني، أو يبتدي يرجع لك تاني، فدي مشاعره ليك في الفترة الحالية. طيب هل الشخص ده بيراقبك؟ تعالَ نشوف كده. طيب الشخص ده فعلًا بيراقبك، ليه بقى؟ لإن هو الشخص دوّة بيفكّر فيك كتير جدًا، الشخص دوّة زي كأنه عايز يرجع يتكلم معاك تاني لو هو مش بيتكلم معاك، علشان عايز يعرف عنك كتير، عاوز يسألك على حاجات عندك كتير. الشخص دوت بيراقبك لأنه عاوز يعرف عنك أكتر، عاوز يفهمك أكتر، ممكن تكون الشخص ده انت لسه متعرف عليه من قريب مش من زمان، فهو عايز يعرف حياتك ماشية ازاي، عاوز يعرفك أكتر، عاوز يتعرف عليك. الشخص دوت طبعا واضح ان هنا في سفر ما بينك وما بينه. الشخص دوت بيراقبك وعايز يقول لك على حاجات جواه، يعني اللي هو زي كأنه شايل لك كلام عاوز يقوله لك. الشخص دوت
بيبُص عليك بإعجاب، يعني اللي هو مبسوط بيك، مبسوط من شكلك، مبسوط من تفكيرك، حاسس إن تفكيرك حلو، حاسس إن أنت جذبته بسرعة، تمام؟ الشخص ده بقى بيراقبك لإنه هيحاسبك، خلّي بالك، هيحاسبك لو هو عرف عنك أي حاجة أنت مخبيها عليه، أو إن أنت بتتعرّف على أشخاص غيره، أو إن أنت في حد غيره في حياتك، ده لو في حالة إن هو ما يعرفش إن أنت فعلًا متزوج أو مرتبط. طب لو أنت مش مرتبط أصلًا، فهو بيراقبك علشان يشوف أنت دنيتك ماشية إزاي، هل ليك علاقات بحد غيره والّا لأ، تمام؟ بس واضح إن أنت ممكن تكون الفترة دي مبيّن له اللامبالاة، إن أنت مش مهتم، عشان كده هو عمّال يراقب فيك. ممكن تكون أنت عملت حاجة أو أظهرت له عدم الاهتمام، علشان كده الشخص ده عمّال يراقب فيك، عاوز يعرف هل أنت لسه فعلًا بتفكّر فيه والّا لأ، تمام؟ طيب هل الشخص دوّة بقى هياخد معاك خطوات في الفترة الجاية، يعني إيه خطواته ليك، وناوي على إيه معاك الشخص ده؟ على فكرة أنت ممكن كمان تكون حد روحاني، يعني ممكن تكون أنت متواصل مع روحك الداخلية جدًا، أو أنت مثلًا حد روحاني بطبيعتك، أو أنت ممكن تكون حد بتعمل استشفاء للناس. فالشخص دوّة أنا شايفاه إن هو بيستمد منك طاقة حلوة جدًا، الشخص ده شايفك إن أنت شخص إيجابي، إن أنت زي كأنك بتشِع طاقة جميلة كده حوالين الناس اللي حواليك، هو بيستمد منك طاقة حلوة الشخص ده. الشخص دوّة خطوته ليك الفترة الجاية اللي هو عايز يمد لك إيد المساعدة تاني. عايز يرجع يكون في تواصل ما بينك وما بينه لو ما فيش تواصل، عايز لو في تواصل ما بينكم هو عايز يعرفك أكتر، هيسألك عن حاجات كتير جواك، حاجات تخصك، يعني دوّة اللي هو بيفكّر فيه، عايز يتعرّف عليك، عاوز يتعرّف على أسرتك على فكرة، يعني لو هو ما يعرفهمش عايز معاك بداية جديدة، يعني أبشر أهو، الشخص ده خطواته حلوة ليك جدًا، 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 فهنا الكارت بيقول لك ما تخافش، لا داعي للقلق والخوف. هنا الملايكة حواليك هي اللي بتحيط العلاقة دي، فطبعًا خلّوا يقينكم في الله كبير جدًا، بس الشخص دوّة زي ما قُلت لك في البداية هو مستني منّك أنت خطوة، فشوف أنت إيه المشكلة اللي عندك اللي أنت المفروض تحلّها علشان الشخص ده يخش في حياتك أكتر. الشخص دوّة بُص جاي تاني زي كإنه عاوز يقدّم لك وردة الحب، أو عايز يقول لك إن هو مشتاق لك، أو إن هو عايز يفضل معاك، أو إن هو مش عايز يتخلّى عنّك، هو حاسس إن أنت حد طيب وحد كده تستاهل الحب على فكرة، يعني هو مش شخص بيضحك عليك ولا حاجة. طب هل تثق في الشخص ده، يعني برضه تدّي له كل الثقة والّا برضه تاخد احتياطاتك منّه؟ إمم. أنت واضح إن أنت ممكن تكون حد جَد شوية في المعاملة، يعني ممكن تكون مش بتدّي له كلام حلو كتير أو أنت مش متفتِّح معاه، مش منفتح، يعني ممكن يكون كان الشخص ده طلب منّك كلام إن أنت تتكلّم معاه بقى بالأسلوب اللي هو عايزه، لكن أنت وقّفته عند حدُّه، دي حاجة خلّيته يتعلّق بيك أكتر على فكرة، خلّي بالك بقى، وده السر اللي هو مخبّيه عليك. الشخص دوّة زي كإنه اتعلّق بيك لإن حَس إن أنت شخص جَد، شخص محترم، شخص إن أنت مش أي حاجة بتعملها مش متاح لأي حد، فدي الحاجة اللي شدّته فيك، فخلّيك ماشي على اللي أنت بتعمله معاه، لإن الشخص دوّة دي حاجة علّقته بيك وخلّته يرتبط بيك أكتر، تمام؟ فالشخص ده لأ، شايفاه إن هو نيّته كويسة، بس شوف أنت عندك إيه الحاجة اللي المفروض أنت تتفك منها أو تفُك التعلُّق من الشيء اللي أنت مرتبط بيه في الفترة الحالية، سواء بقى أفكار أنت بتتعامل معاه بيها بطريقة مش صح، أو علاقة أنت فيها بس لو فعلًا العلاقة دي أنت حاسس إن هي مش مُرضية بالنسبة لك، تمام؟ الأبراج بقى اللي معايا هنا في القراءة دي، معايا برج العذراء، معايا برج القوس، وفي برج الميزان، في برج الثور، وفي برج الأسد، وكمان في حوت، وفي دلو، وفي عقرب في القراءة دي، فأنا باشكركم جدًا، جدًا، يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم بقى يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة، دعموني بزر اللايك، وفعلوا زر الجرس، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.